سلام. كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال. الفيلم ديالنا كيبدا مع واحد العصابه اللي كاينه في الصين، وبالضبط في مدينه شينغداو. هاد العصابه كتستدرج الناس من كوريا الجنوبيه، كطمعهم بالفلوس والخدمه، وفاش كيجيو عندهم من الصين كيحتجزوهم وكيبزو عليهم يخدموا في النصب والاحتيال، وكينصبوا على الناس على اساس هما بنكة. كيستهدفوا بالضبط الناس اللي كاينين في كوريا الجنوبيه اللي محتاجين ياخدوا كريدي. وهذا صون واحد من الكوريين اللي محتاجينه عندهم، مكلف يقنع الناس باش يخلصوا شي فلوس وفي المقابل يعطيوهم الكريدي اللي بغاو. وطبيعه الحال غير كيوصلوهم الفلوس كيغبروا. المهم صون ما حاملش هاد الخدمه اللي بزو عليه يديرها، وبغى يهرب فاش كلشي كان ناعس. بقى كيتسلت بلا ما يدير الحس، وحل الشرجم اللي كان كيطلع على الشارع. خرج من الشرجم وبقى كيتسلق الحيط حتى نقز على واحد البلاصه مسطحه، وبقى كيتمشى بشويه بلا ما يشوفوه الحراس اللي كانوا لتحت. شويه هو يطلب من واحد الشرجم، وبان ليه الرئيس ديال العصابه كيضرب في واحد حتى قتلو. ملي حصلو غادي يهرب، سون حس بالصهد وعرف بلي القضيه حامضه. هو يرجع منين جا، ولكن على الاقل عرف السميه ديال الفندق اللي كاين حداهم. وهادي كيم دوك، وحده من الناس اللي نصب عليهم صون، اللي طاحت على وقفتها ملي عرفت بلي تنصب عليها. كيم دوك مرة اللي على قد الحال، خدامه غير في واحد المصبانه باش تعيش وليداتها، وكان بات تاخد قرض منهم حيتاش دارها كانت تحرقات، وصدقوا ناصبين عليها في كاع الفلوس اللي عندها. فاش توقدات شويه مشات دارت محضر عند البوليس اللي مكلف بهاد القضيه. فاش قرا المحضر تصدم من المبلغ اللي شفروا ليها، اللي كان بقيمه 32 ألف دولار، يعني تقريبا 32 مليون. من بعد كتبان لينا كيم دوك كتبات مع ولادها غير في المصبانه فين خدامه، وحتى الفلوس باش تخلي ولادها في الحضانه ما عندهاش، وكتخليهم معاها في بلاصه الخدمه. وفاش كانت خدامه صون عليها البوليسي اللي مكلف بالقضيه ديالها، علمها بلي القضيه تسدات حيتاش ما لقاوش راس الخيط منين يشدوا العصابه. وهي ما اقتنعتش بهضرته، هي تهز الطوموبيله ديال الخدمه وشدت الطريق لعنده. وفاش كانت في طريقها صون عليها صون غير سمعت صوتو وهي توقف الطوموبيله جنب الطريق. صون بقى راد البال مع دوك اللي كيحضروهم لا يعيقوا به، بقى كيحاول يشرح لكيم دوك شنو كاين. قال ليها بلي بغى يكون المخبر ديالها السري، وهو محتاج عند هاد العصابه وكيبزوا عليهم ينصبوا على الناس. في الاول ما طاقتش به، ولكن من بعد عرفت راسها بلي ما خاسره والو الا داتها على هضرته. صون عطاها المواصفات ديال المبنى فين كاينين والسميه ديال لوطيل اللي حداهم، وكلفها توصل المعلومات للبوليس. من بعد مشات عند البوليس اللي مكلف بالقضيه ديالها، قالت لي على المكالمه بينها وبين صون، وراتو كاع المعلومات اللي قيدات في واحد الورقه. المحقق ما طاقش بهضرتها وقال ليها بلي القضيه غادي تسد، وبقات كتحاول تقنعه باش تراجع على هضرته، ولكن هو ما بغاش. هنا عرفت كيم دوك بلي البوليس ما غينفعوها في حتى شي حاجه. مشات كدير التحريات ديالها لراسها، وبدات كتقلب على كاع الناس اللي تنصب عليهم بحالها اللي من كوريا الجنوبيه، وبدات كدير مقابلات مع دوك الناس وكتحاول تعرف منهم اي حاجه تقدر توصلها لديك العصابه. وفاش كانت في خدمتها صون عليها صون وقال ليها معلومه اللي مهمه بزاف. قال ليها بلي ديك البلاصه فين محتاجين فيها ماكينه الخياطه، وفي نفس الوقت اللي كانت كدوي في التليفون جاو البوليس وواحده مكلفه بحمايه الطفل، وبغاو يديو ولاد كيم دوك حيت شي حد بلغ بلي كيتعرضوا للعنف والاهمال. صاحبة كيم دوك مشات كتجري لعندها وقالت ليها عتقي راه ولادك غيديوهم. فاش مشات لقات ولادها في الطوموبيله ديال البوليس، وبقات كتزاوق في ديك المسؤوله ديال الرعايه باش ما تديش ليها ولادها، ولكن ما قدرت دير ليها والو حيت الولاد كانوا بصح عايشين في ظروف اللي صعيبه. وفي الاخر داو ليها ولادها، وبقات تبع الطوموبيله ديال البوليس حتى طاحت، وما لقات في جنبها غير صحاباتها اللي مقربين ليها بزاف، اللي شعرها قصير سميتها سوكجا، المهم نسميوها جا. الاخرى سميتها بونغليم، نسميوها ليم. هاد ثلاثه الصحابات كانوا جالسين كيجمعوا على ديك العصابه. هي تقول لهم كيم دوك بلي بغات تمشي للصين ودير الخدمه اللي البوليس خصهم يديروها. في الاول ما كانوش متفقين معاها، وهي توريهم واحد المكافاه اللي داروها البوليس لاي واحد يجيب لهم شي معلومه على هاد العصابه. وغير عرفوا بلي المبلغ بقيمه 100 ألف دولار هما يوافقوا يسافروا معاها. ملي وصلوا للمطار اللي في الصين استقبلاتهم ختليم عندها واحد الطاكسي، وهي اللي غادي تعاونهم يلقاو المقر ديال العصابه حكم انها عارفه كاع البلايص تما. من بعد ركبوا في الطاكسي ووصلوا لعند اول اوتيل اللي عنده نفس السميه اللي عطاهم صون. كيم دوك وليم دخلوا لداك المبنى اللي حدا الاوتيل حيت فيه الماكينات ديال الخياطه وهو بنفس المواصفات اللي عطاهم صون، وداروا بحال الا جاو يبيعوا الدوب لدوك الناس. ولكن في الاخر سقوا غير جاريين عليهم، وديك البلاصه ماشي هي علاش كيقلبوا. وكملوا طريقهم وبقاو كيقلبوا بلاصه ببلاصه. من بعد كيبان لينا صون اللي جالس مع شي صحابو اللي محتاجين معاه، وسولهم كيفاش يقدر يدبر على شي تليفون، واقترحوا عليه يتقرب من المدير. شويه هو يبان لصون واحد الصحيح كيحقر على واحد الدري حيت دخل فيه بالغلط. صون ما عجبوش الحال ومشى كيدافع عليه، وصدق داك الصحيح جمعهم بجوج، وحتى هو كلاحقو من العصا. خرجوا من تما بحال اللي جايين من شي حرب. من بعد داكشي اللي وقع صون مشى عند المدير اللي مكلف بيهم وعطاه ربطه ديال الفلوس وزوق فيه يخليه واحد من الحراس حيتاش عيا من العصا.
المهم الخطة نجحت، ولا واحد من الحراس وانتقم مزيان من هذاك اللي كان سلخو. وهذا هو المعنى الحقيقي ديال السمطة كدور. سون عطاوه التليفون ديال الخدمة، ولا كيصور به اي حاجة تقدر تنفع كيم دوك، وطاحوا في يديه شي مستندات اللي مهمين بزاف اللي فيهم كاع عمليات الايداع اللي داروا الضحايا. من بعد كيبان لينا الرئيس ديال العصابة اللي هو الراس الكبيرة كيف ما كنقولوا، حصل رجالو كيتآمروا عليه ومن تما حلفها عليهم كاملين. من بعد كنرجعوا لسون اللي لقى واحد الغفلة ودخل لواحد البيرو اللي فيه البيسي، قلب الكاميرا اللي كانت تما وهز التليفون اللي فيه تصاور برونشاه مع البيسي، صيفط كاع دوك التصاور على شكل فاكس للبوست ديال البوليس اللي كان في كوريا الجنوبية. غير تصيفط الفاكس هو يخرج من تما بالزربه. لا غد ليه كيبان لينا البوست ديال البوليس اللي فيه داك المحقق اللي مكلف بهاد القضيه وصلهم الفاكس، والدنيا تقلبات عندهم بسبب دوك المعلومات المهمه اللي صيفط لهم سون. من بعد كتبان لينا كيم دوك وصحاباتها اللي ايام وهما كيقلبوا ولحد الان ما لقاو والو، كانوا جالسين كياكلوا حتى صون عليها المحقق اللي اعتذر منها بسبب التعامل ديالو اخر مره، وعاود ليها على الفاكس اللي وصلهم اللي فيه 300 صوره وبيناتهم حتى الصوره ديال سون والموقع فين كاينين، وكاع المعلومات على عملية النصب اللي داروا ينصبوا من خلالها على 2700 شخص. ومن بعد قالت لي صيفط لها كاع الصور اللي يقدروا ينفعوها باش تلقى الموقع ديال العصابة، وذكرات ليه بلي هي كاينه في الصين. من بعد مشاو كيقلبوا على الموقع اللي صيفط لهم المحقق في التصاور. فاش وصلوا لديك البلاصه بان ليهم سون جا خدات لي شي تصاور باش تصيفطهم للمحقق، وكيم دوكوليم داروا براسهم خياطات وهزوا واحد اللافته وبداو كيغوتوا بجد باش يلفتوا الانتباه ديال سون ويرد ليهم البال. والخطه ديالهم نجحت حيت سون جا عندها لا غد ليه ودار السبب اللي خصو يخيط شي حاجه، كان بغى يمشي بوحدو ولكن لصق فيه واحد من الرجال ديال العصابه. وصلوا عند كيم دوك، من بعد وراها سون شنو بغاها تخيط ليه، وبقاو كيتسناوها بجوج حتى تسالي. شويه هي تشوف كيم دوك في اليم باش تلاهي هذاك اللي جا مع سون، قالت ليه ليم بالصينيه يدخل معاها المحل الداخل باش تعطيه شي حاجه يشربها. فاش مشى معاها كيم دوك استغلت الفرصه وعطات لسون التليفون ديالها باش يخدم به ووراتو المود باس باش يحلو. من بعد كيبان لينا سون قدر يحل التليفون ولقى واحد الرساله ملصقه في الظهر ديالو اللي كتبت ليه فيها كيم دوك يستخدم هاد التليفون في حاله الطوارئ ويعلمهم الى جا الزعيم ديال العصابه، وعلماتو بلي غدا غادي يوصل لمحقق بارك. من بعد الرجال ديال العصابه كانوا كيتسناو الزعيم ديالهم، ما كانوش عارفين بلي غيجي يصفيها عليهم كاملين حيت كان حالفه فيهم. في ديك الوقيته سون صيفط ميساج لكيم دوك بلي الزعيم قريب يوصل، ومشى وقف مع الرجال ديال العصابه. شويه هما يهجموا عليهم بزاف ديال الرجال اللي كانوا مسلحين اللي جاو مع الزعيم، بقاو كيقتلوا فيهم واحد بواحد حتى من سون ضربوه في كرشو بالموس. والزعيم دخل بالزربه شاف واش شغلو تنضا وعاود خرج. وداك الدري اللي كان سون دافع عليه من قبل عنده واحد الزهر كيهرس الحجر، كان مغيب في الطواليت بسبب لا دروغ حتى حد ما عرفو بلي كاين تما. فاش خرج تصدم من داكشي اللي شاف قدامه، لقى كاع الناس اللي كاينين تما ميتين، وبقى كيتمشى تما حتى بان ليه سون اللي كان طايح على الارض وفاقد الوعي. من بعد هزو على ظهره وخرج بيه على برا، وما تلاقى غير مع كيم دوك وصحاباتها اللي كانوا باغيين يتبعوا الطوموبيله ديال الزعيم. غير شافوا سون في ديك الحاله وما يخرجوا من الطوموبيل مشاو كيجريو لعندهم، بقاو كيوركوا على الجرح اللي كان في كرش ديال سون باش يوقفوا النزيف بما توصل الاسعاف. من بعد سون حل عينيه وطلب من كيم دوك السماحه، ومن بعد وراهم واحد الفيديو صوروا الزعيم فاش كان تما، وعرفوا بلي غادي لمطار تشينغ داو باش يخوي البلاد. شويه هي توصل الاسعاف اللي بقات كتسنى المحقق حتى جا، والاخرين مشاو يلحقوا على داك خونا المطار. كيم دوك وصلت للمطار، خرجت كتجري من الطوموبيل وما تسناتش صحاباتها الاخرين. دخلت المطار كتقلب على داك الزعيم تاع العصابه، هو يبان ليها داز من حداها، عرفاتو غير من الساعه اللي لابس. وفاش بات تبعو لحقت عليها جا، وبجوجهم تبعوه وبقاو حاضيينه حتى رد ليهم البال. مشى جلس حداهم وبجوجهم بداو كيترعدوا بالخوف، سولهم اش بغاو منه. كيم دوك خرجت في عينيها وقالت ليه بلي هي وحده من الضحايا ديالو، هو يحط ليها 100,000 دولار على الطبله وقال ليها تاخدها وما تدورش بصحته مازال ولا غادي يغبرها. هو يخليهم جالسين ومشى. من بعد تبعاتو ورمات على وجهه الفلوس اللي عطاها، هي تقول ليه يسلم راسو للبوليس قبل لا تجروه هي اليوم. تقوى اللي جراها من شعرها ودخلها للطواليت وعطاها قتله العصا. كيم دوك مسكينه ولا وجهها عامر بالدم، وخلاها مرميه في الطواليت وزاد مع الطريق. فاش كان غادي يركب الطياره ديالو قلب على الباسبور في جيبو وما لقاهش، وفهم باللي كيم دوك هي اللي شفراتو ليه فاش كان كيضربها، ورجع عندها بالجرة. ملي رجع عندها لقاها هازه الباسبور ديالو. باش بدا كيهددها قطعت الوراق اللي في الباسبور وكلاتهم. داك الزعيم كان شويه وغيتفرقع ومشى شد كيونغ ميو بدا كيقجها، دا كانت روحها غادي تخرج، ومن زهرها البوليس وصلوا في اخر لحظه ودعموا المكان. المحقق بارك شد داك الرئيس ديال العصابه، وصحابات كيم دوك مشاو يطمئنوا عليها. وفي الاخير سون بقى عايش، وكيم دوك قدرت ترجع وليداتها وبقات خدامه في نفس الخدمه مع صحاباتها اللي كيبغيوها. وهكا كيسالي الفيلم ديالنا. شكرا على المتابعه، نشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله.